هاي منتحرة، هاي شغل واحد لا سامح الله هو مو حقيقة. هل هذا أخ يقتل أخته بهيج؟ هاي الكلاوات لا تمشوها علينا، والله لنعل والديكم، والله إذا زغبسوف مصطفى سند وغيره اصبروا لي. اعطيني اللي بعده. اسمع، ليش انكتلت ومن هو القاتل؟ دكتورة بان زياد. هيجونا موضوع العلم الإيراني حتى الناس تلتهي بموضوع العلم الإيراني، إلما أن يطفون موضوع دكتورة بان، تمام؟ بعدين شافوا الموضوع ما نجح، قامت الناس تحكي وقامت الناس تنزل، اللي ينزل فيديوهات وهذا مو انتحار وهذا ما ادري منو. سووا زربسوف ومصخم العيداني، سووا قالوا لبسوها لاخوها، قولوا يتعاطى، تمام؟ وهو مراهق. جابوا مقولة كاتبها هو بكتاب مذكراته، كاتب اريد الله، تمام؟ سووا جو يكتبوها على باب الحمام، حتى شنو؟ اخوه قاتلها، احنا ما لنا علاقة، اخوه يتعاطى والمتعاطين يقتلون، تمام؟ من هو هذا اللي دا يريد المحافظ ومرت المحافظ يطلعوه من السجن ويودوه للمصحة النفسية وينهزموه؟ انطيني الفيديو اللي وراه. هذا ضرغام ودكتورة سارة، سبحان الله الدم ما يروح. هذا اللي غدرها بالشول وضربها طلقة براسها من ورا. فوصل الملف ماله لازم انه دكتورة بان تكتب انه قاتل سارة هو عنده مختل عقليا ويجب احالته الى الصحة النفسية. ليش؟ لانه العيداني مصخم العيداني ومرته اخت هذا قدموا مليارات لعشيرة سارة، ما وافقوا، قالوا يا اما الاعدام يا اما لا، ذنبتنا ما يقدر بثمن، قتلتوها وشهرتوا بيها وشهرتوا بشرفها، ما يقدر بثمن، ما قبلوا. فبان رفضت، قالت لهم، وهذا شهادة الاطباء اللي ويا بان، قالت لهم اني حالفة يمين الله على المهنة ما خونها. فقالوا لها ما تخونينها، الله منو؟ انت مخبلة؟ شنو الله؟ هيك قالوا لها، شنو الله؟ سهلة. نفذوا العملية والدم ما يروح. اعطيني اخر شيء مال بان. شرفكم دكتورة ناجحة، طبيبة مجتهدة، ينهون حياتها بهذا الشكل على مود واحد مطي ابن مطي نايم بالسجن، يردون يطلعوه ويهزموه.